ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن العريس اللي بيدخل ايده فاضيه. بيتقدم للعروسه ايده فاضيه اول ما يدخل البيت اول مره. يعني الراجل جاي البيت، الراجل لا جاب جاتوه معاه ولا علبه شوكولاته ولا تورتايه. احنا مش جعانين، احنا هنقدم له من عندنا الجاتوه والفاكهه والحاجه الساقعه والعصير وكل حاجه، بس يجيب معاه ذوقيا، وهنقدم له من اللي هو جايبه واللي احنا جايبينه ذوقيا. العريس لازم يدخل اول مره ايده فيها حاجه، فيها ايده فيها ايه؟ فيها تورته، علبة دستة جاتوه، علبة تورتاية حلوة كده، من الابوار، من على حسب بقى المحل، حاجة مش لازم محل معين. المهم يدخل بايده حاجة. ده بيدخلوا طرزانات، يعني جايين طرزانات كده. طب هل ينفع واحد يخش طرزان لا جايب علبة شوكولاتة ولا جايب علبة اي حاجة؟ ما ينفعش طبعا. الراجل اللي يدخل كده ويتقدم كده اهربي فورا فورا، ما تكمليش مهما كان والله، لان ده معناه بخيل بخيل بخيل، وهينشف ريقك، هيخلي ريقك صبر ناشف كده. لا هيجيب لك فكهية ولا هيجيب لك علبة ايس كريم ولا هيجيب لك عصير، والله هينشف ريقك. الراجل اللي يخش طرزان كده يتقدم للواحدة، اعرفي انه بخيل 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 بخيل. اللي كام ده البنات الصغيرة والبنات اللي في سننا اللي حتى متطلقة. يعني أنا مثلا متطلقة عادي، يعني أنا مثلا لو جالي حد مثلا مش هقبل بحد كده، يعني إذا كان أصلا بري عشان البخل أو ما أقع في بخيل تاني ليه؟ هو حظ؟ لأ طبعا. إذا ما كانش الراجل سواء البنت كبيرة صغيرة، أرملة مطلقة أي حاجة، واحد جاي يتقدم لازم يدخل بايده فيها حاجه، لان انت بتقدمي له بتحطي كل حاجه وتقدمي له كل حاجه، فهو المفروض ذوقيا يدخل بايده حاجه. يعني عادي وهتحطي له من اللي هو جايبه واللي احنا جايبينه كل حاجه، بس يبقى جنتل كده، جنتلمان زي ما بيقولوا، راجل جنتلمان. ليه؟ راجل كريم، مش بالغنى. في ناس اغنياء جدا على فكره وبخلة جلده، وفي ناس على قدهم عاديين مستورين. كلنا مستورين، كل الناس مستوره، مستورين وكرمة في بيتهم وبيجيبوا كل حاجه وناس كريمه في بيتها. فمش بالغنى الواو. انا بقول دي مالهاش دعوه بالغنى، وانت ما تجيب داس الكاتوه في ايدك ولا علبه شوكولاته ولا تورتايه لازم تكون ملياردير، لا طبعا. كل الناس بتجيبه وبتشتري عادي، عادي خالص. بس تبقى راجل تبين كرمك، اللي عارف الاتيكيت، انك داخل على ناس اول مره بتتقدم وبتخطب ايد بنتهم، فلازم تدخل بايدك فيها حاجه. كلامي صح ولا لا؟ حد منكم تعرض لكده قبل كده؟ يعني واحده بنوته او بطاقه ايا كان بقى، مادام بنت مش هتفرق، ده جواز وخلاص، الراجل بيتقدم ده جاي يتجوز، فمش هتفرق هو جاي لمين. حد اتعرض لراجل كان جاي كده طرزان كده ايده فاضيه خالص ما فيش فيها حاجه؟ سواء تبعك وتبع حد من معارف من اصدقاء من الجيران، قولوا لي كده حصلت الحكايه دي قبل كده؟ لو حصلت قولوا لي في الكومنتات. وكلامي صح ولا لا؟ الراجل ينفع كده؟ ينفع يتجوز؟ يعني نرفضه ولا نقول لا نهرب ونفك ونمشي؟ مش عاوزين ولا لا لا. الراجل يدخل لطرزان كده لا لا ما ينفعش، ده بخيل. ده بتحصل كتير لكذا واحدة والله، يعني كذا واحدة يجي راجل يتقدم تلاقيه داخل طرزان بإيده وإيد ورا وإيد قدام، لا ويتشرط ويتأمر وإيه. طب انت على أساس ايه بتتشرط وتتأمر؟ ده انت حتى داخل يا ما فيش في ايدك حتى ورداية نحطها كده ونفتكرك بيه، نقول الله ريحة الورد حلوة، الله فلان كان داخل وجايب ريحة الورد البلدي الجميلة دي، وتجيب الفازة تحطي فيها شوية مية وسكر كده وتحطيهم كام يوم كده لغاية ما يتبالوا، والكام يوم تشميهم تلاقي ريحة الورد البلدي طالعة وجميلة تفتكريه حتى. ولا اجيب حتة جاتوه ولا حاجة مع اللي انت جايباه وتحطي له منها وتقعدوا تاكلوا كلكم كده، يبقى راجل جنتل ذوق. لكن الراجل يجي ده ينفع؟ قولوا لي يا بنات ينفع ولا لا؟ قولوا لي ينفع ترضوا بيه ولا انتوا عايزين تتجوزوا وخلاص؟ قولوا رايكم يهمني في الكومنتات. انا رايي ما ينفعش، بخيل 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 وينشف الريق، بخيل وينشف الريق، لا يصلح زوج ابدا. الفيديو ده بقى لو عجبكم
اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس يوصل لكم كل فيديو جديد. اشتركوا في القناة يا حبايبي، فضلا وليس امر. سلام.